السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش دعواتكم لاخواتنا بالفرج القريب ان شاء الله. فيديو النهارده هنراجع موبايل استثنائي هيديلك كومبو مواصفات قوي جدا بسعره. الموبايل ده بيجي بتصميم بريميوم جدا مع شاشه اموليد كيرف 120 هرتز مع بروسيسور ميدياتيك جي 99 مع بطاريه 5000 وشحن 45 واط وصوت ستيريو وكاميرا خلفيه 108 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 50 ميجا بكسل. كومبو رهيب، وعاوز اقول لك ان الموبايل ده سعره شبه متوسط زي الجالاكسي اي 24 زي الريلمي 11 4G تقريبا. الموبايل هو الانفينكس 030 4G. وقبل ما نبدا الفيديو انا حابب اوضح لك حاجه. الموبايل ده ما نزلش مصر بشكل رسمي للاسف ولا هينزل. الموبايل ده موجود في السعوديه بشكل رسمي، تقدر تشتريه من السعوديه لو حد من اصحابك او قرايبك نازلين قريب. ممكن لو عجبك الموبايل ده تفكر ان انت تقول لهم اشتروا لي الموبايل ده وهاتوه معاكم، او لو انت بتتفرج علينا من السعوديه فممكن تفكر في الموبايل ده، لان احنا زي ما هنشوف كده الموبايل ده هيدي لك تجربه محترمه جدا بالسعر بتاعه اللي مش هتصدقه في اخر الفيديو. فدلوقتي ايدك على اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة. ال 034 بقى اداني تجربه تحس ان هي تجربه رايحه للموبايلات المتوسطه ولكن بسعر اقل من سعر الموبايلات المتوسطه. الموبايل ده جاي بتصميم شيك جدا خصوصا في اللون الاخضر، لان الظهر بتاعه ولا هو بلاستيك ولا هو ازاز، هو الظهر تحسه جلد ولكنه اكيد مش جلد طبيعي، يعني هو جلد بقى معالج بالبلاستيك والحاجات دي، ولكن في الاخر انت خدت تصميم شيك. وشكل الكاميرا الخلفيه حلو جدا، معاك فريم كده تحسه نحاسي شويه معمول بطريقه لطيفه، ورصه الكاميرات محطوطه بشكل بريميوم، ففعلا تحس ان الموبايل ده بريميوم كده من انفينكس. وكلمه زيرو بالذهبي اللي تحت دي مديالك كده فخامه شويه. الموبايل كمان خفيف 182 جرام والتخانه بتاعته قليله 7.9 مللي، والفريم كده جاي حاجه رفيعه خالص. ففعلا ده من ارقى موبايلات انفينكس اللي انا جربتها لحد دلوقتي. وبالمناسبه في جراب جوه العلبه، والموبايل ده مقاوم لطرطشه المياه الخفيفه IP54. ولكن الاحلى من الظهر الشاشه هنا 6.78 بوصه اموليد كيرف، يعني فيها انحناءات بسيطه من الاطراف، فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز. وانا عاوز اقول لك ان مفيش موبايل بسعره بيجي بشاشه اموليد كيرف حلوه كده. الموبايل ده اداني تجربه شاشه فخمه جميله، مش حاسس باي عجز او نقص في الشاشه هنا. تجربه حتى الالوان بتاعتها كويسه ومعقوله ومنطقيه على الفئه السعريه اللي الموبايل ده موجود فيها. انا عاوز اقول لك الموبايل ده بسعره موجود مثلا الجالاكسي اي 24 اللي بيجي بشاشه سوبر اموليد 90 هرتز ولكن بنوتش والحواف كبيره، مش هتدي لك نفس شكل الشاشه هنا الفخمه تماما. وكمان في ريلمي 11 ال 4G مثلا اللي بيجي بشاشه اموليد بثقب ولكن مش بانحناءات زي اللي موجوده في الشاشه هنا. فعشان بس تبقى عارف انفينكس 034G بيدي لك تجربه شاشه فخمه باقل سعر ممكن، ولكن لازم تبقى عارف ان الشاشات الاموليد الكيرف تكلفه صيانتها غاليه. لا قدر الله لو الموبايل ده وقع منك والشاشه اتكسرت هتلاقي نفسك بتدفع فلوس كتيره علشان تصلح الشاشه بتاعتك، لان الشاشات الاموليد اساسا غاليه. فتخيل شاشه اموليد كيرف اتوقع ان هي تبقى سعرها اعلى من نص سعر الموبايل ده لو لقيته اصلا. فخلي بالك من النقطه دي. وعشان كده انفينكس حاطه حمايه جوريلا الجيل الخامس على الشاشه هنا. الموبايل كمان بيجي في العلبه متركب عليه سكرينه، ولكن كل ده لا يمنع ان هو لا قدر الله ممكن برده الشاشه تتكسر منك لو انت من الاشخاص اللي بتوقع الموبايل من ايديها كتير. تعليقي الوحيد على الشاشه هو اقصى سطوع هنا المفروض 950 نتس، ولكن لسه برده السطوع الفعلي تحت الشمس اقل من الجالاكسي 24. انا ما شفتش موبايل زي الجالاكسي 24 في السطوع الفعلي الحقيقي تحت الشمس. هل ده معناه ان ال 034G سطوعه كارثه؟ لا تماما. هتشوف الموبايل تحت الشمس بدون اي مشاكل، ولكنه مش بنفس قوه الجالاكسي 24، تقريبا نفس سطوع الريلمي 11 ال 4G. اما البروسيسور فهو بيجي بميدياتيك جي 99 6 نانو، واكيد انت عارف اداء المعالج ده لان احنا جربناه في موبايلات كتير. المعالج ده موجود في السامسونج جالاكسي 24 وفي الريلمي 10 ال 4G وفي الريلمي 11 4G. معالج كويس جدا على الفئه السعريه اللي الموبايل ده موجود فيها. هيدي لك اداء مرضي في معظم الحاجات اللي انت بتعملها، اداء سريع بدون مشاكل. وانا جربته بالمناسبه كده، عملت سبيد تيست سريع مع الجالاكسي 24 ولقيته سادد معايا بشكل كبير، فدي حاجه كويسه جدا. اما السخونه فالموبايل ده غريب، مش بيسخن بسهوله تماما. التبريد فيه فعلا حلو، والموبايل بيحافظ على الترددات بتاعته، والمعالج مش بيقلل الترددات بشكل عنيف، ودي حاجه كويسه. فواضح كده ان انفينكس اهتمت بتبريد الموبايل ده، وهتقدر تلعب
تلعب ببجي على الترا فريم ريت بدون اي مشاكل. بصمه الموبايل هنا تحت الشاشه وادائها سريع، والموبايل هنا بقى فيه مايك اضافي لعزل الدوشه، الميزه اللي ما كانتش موجوده في الهوت 30 موجوده هنا عشان طبعا ده موبايل اغلى شويه، واكيد في خاصيه الان اف سي، وفي ميزه الاولويز اون ديسبلاي علشان تشوف الساعه والاشعارات اللي جات لك، بس مش بتفضل شغاله على طول، بتفصل كده بعد شويه عشان تشوفها تاني، تعمل تاب او ترفع الموبايل علشان تشوف الاشعارات اللي جات لك. الموبايل هنا شغال على واجهه انفينكس 13.1 مبنيه على اندرويد 13. الموبايل ده 256 جيجا مع 8 جيجا رام حقيقيين، وتقدر تزود الرام 8 كمان فيبقى معاك اجمالي 16 جيجا رام حقيقي. 256 مساحه كويسه جدا، بس خلي بالك ان الموبايل ده ما فيهوش مكان كارت ميموري، يعني انت اخرك مساحه المحدوده ال 256 اللي هي بالمناسبه مساحه منطقيه جدا على موبايل شبه متوسط. بالنسبه للصوت فالموبايل هنا صوته استيريو، ولكنه برضو مش استيريو مميز. خلينا كده نسمع الصوت. 14 بميديا تك فهتلاقي اداؤه احسن من الاكزينوس. ده غير طبعا التصميم، الناس اختارت السي 53 عشان شبه الايفون. الشاشه هنا حوافه اقل وريفريش ريت اعلى. الصوت الاستيريو هنا طالع من السماعه السفليه وسماعه المكالمات، والصوت ارجع واقول لك هو عالي ولكنه برضو فيه ترسعه خفيفه كده لما بتعلي الصوت على الاخر، فهو مش اظبط صوت استيريو موجود، ولكن يعني نرجع ونقول ايه، كويس ان انفينكس مشغله سماعه المكالمات عشان تدعم الصوت وزيادته، ولكن دي مش افضل جوده صوت استيريو. وارجع اقول لك برضو ريلمي 11 صوته مش استيريو، جالاكسي 24 صوته مش استيريو. وخلي بالك ان الموبايل ده متشال منه الهيدفون جاك، مفيش هنا مدخل سماعات 3.5 مللي علشان الموبايل رفيع، ودي حاجه رخمه لان الموبايل ده في فئه الشبه متوسط، هو مش غالي قوي، فكده انت اجبرتني على ان انا اشتري سماعه تايب سي او اشتري سماعه بلوتوث، ولكن دي ممكن تبقاش مشكله بالنسبه لبعض المستخدمين، بس انا كان لازم اقول لك الموضوع. المستشعرات هنا كلها حقيقيه وشغاله مظبوطه، سنسور التقارب حقيقي وشغال كويس جدا، والجايروسكوب حقيقي وشغال كويس جدا، وشبكات الواي فاي كويسه جدا في الموبايل ده، هتلاقي شبكات كتير والموبايل بيقدر يلقط الشبكات البعيده عنك. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، اداء كويس جدا، هيكمل معاك يوم كامل من الاستخدام المتوسط، شاشه حوالي 7 ساعات او 8 ساعات مفتوحه، ومعاك شاحن سريع 45 واط بيجي جوه العلبه، والشاحن ده بيشحن البطاريه تقريبا في ساعه او اقل، حاجه بسيطه. الكاميرات بقى هنا معاك كاميرا خلفيه رئيسيه 108 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.7، عدسه كبيره، بس معاك باقي العدسات 2 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل، وانا مش عارف ليه انفينكس ما ضافتش عدسه الترا وايد في موبايل. نقدر نقول هو من اغلى موبايلات انفينكس، المفروض يا انفينكس نحط بقى عدسه الترا وايد علشان ننافس الموبايلات الاغلى، ولكن هي ما عملتش كده، بس طورت السيلفي جدا وحطت هنا سيلفي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.5، وتقريبا ده اعلى رقم سيلفي موجود في فئته السعريه، بالاضافه لفلاش قوي جدا خلفي وفلاش برضو امامي علشان لو بتتصور سيلفي في مكان اضاءته ضعيفه حبتين. عاوزين بقى نجرب كاميرات الزيرو 30، فكان لازم اقارنه مع افضل موبايل من وجهه نظري في التصوير في نفس فئته السعريه، الجالاكسي 24. وهنا اول صوره بورتريه، والموبايلين مطلعين صور متقاربه جدا، هو بس الاي 24 في غيامه شويه كده، انما الزيرو 30 الصوره مظبوطه اكتر بس مش بفرق كبير. الفرق الكبير بقى يبان في المعالجه تحت الشمس. الزيرو 30 عنده مشاكل، يعني ممكن الصوره تبقى مسفره زي اللي انتوا شايفينها دي، ممكن اصورها مرتين ثلاثه كمان والاقيها رجعت طبيعيه زي الجالاكسي 24. دي صوره بقى فوتو عاديه خالص، وهنا الاضاءه كانت مسفره شويه. الزيرو 30 فعلا مطلع الصوره مسفره شويه، انما الاي 24 غير في الصوره شويه، بس مجملا لو انا ما قلتلكش ظروف التصوير انا عارف ان انت هتختار الاي 24. ودي صوره مبنى المعتاد بتاعنا، ظبط السما الاي 24، انما الزيرو 30 يعني ظبط نص السما كده. ودي صوره وانا مشغل بقى ال 108 ميجا بكسل في الزيرو 30 وال 50 ميجا بكسل في الاي 24، هتلاقي تفوق في التفاصيل لصالح الزيرو 30. دي صوره بورتريه اندور، هنلاحظ ان الزيرو 30 كويس جدا، القص مظبوط، الايزو بتاع الصوره مظبوط، تفاصيل كويسه. انا متفاجئ بصراحه، حاسس ان تفاصيل اكتر كمان من جالاكسي 24. انفينكس شكلها كده ايه، هتنافس في التصوير. ودي صوره ثانيه عاديه، الاختلافات اللي انا شايفها ان في تعزيز الوان زياده شويه في الزيرو 30 عن ال 24. ودي صوره ثانيه بس قللنا الاضاءه شويه، ولقيت الزيرو 30 متفوق فيها بشكل كبير عن الجالاكسي 24. وهنا برده نفس القصه، لما النايت مود بيشتغل في الزيرو 30 فعلا بناخد صوره احلى بتفاصيل اكتر بالوان افضل من الجالاكسي 24، ودي حاجه كويسه جدا. نروح نشوف السيلفي ال 50 ميجا بكسل في الزيرو 30، لا هو حلو، دي اول صوره هي 50 ميجا بكسل، في تفاصيل
تفاصيل كتير في الصوره مش هتبان قوي الا لما نقعد نزوم والكلام ده كله. انا طبعا مش بصور 50 ميجا بكسل على طول، انا بصور بالوضع الافتراضي. رجعنا تاني للوضع الافتراضي، دي اول صوره في الشمس بورتريه، هتلاقي بس القميص لسع شويه في 030 ولكن كتفاصيل بشره ولون حتى البشره والتفاصيل الدقن كل حاجه كويسه. الصوره دي صوره تانية بس في اضاءه مغربيه ل 24 الصوره السكين تون مصفر كله. ال 030 السكين تون مظبوط شويه بس في لسعان في الوش كده عند الحته اللي كانت الشمس جايه فيها. الاتش دي ار لو كان اشتغل صح كان عارف يظبطها وكانت الصوره هتبقى احلى من كده بكتير. ودي صوره تانية بورتريه. طبعا موبايلات انفينكس مش بتظبط لون السما في البورتريه ولكن في المجمل انا شايف الصوره كويسه مقارنه بالاي 24. اضاءه داخليه ال 030 ما يقلش اي حاجه عن الاي 24، بل بالعكس انا حاسس ان القص افضل في بعض الصور في الزيرو عن الاي 24. ودي اخر الصوره خالص بقى في اضاءه ضعيفه جدا ومشغل النايت مود في الموبايلين. اتفاجئت برضو ان ال 030 مطلع تفاصيل اكتر شويه من الجالاكسي 24. الانفينكس 030 4G ما يقلش اي حاجه في التصوير عن كل الموبايلات الموجوده بسعره، واقواهم طبعا الجالاكسي 24، اقل منه في بعض السيناريوهات واحسن منه في بعض السيناريوهات. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالانفينكس 030 4G، فالموبايل ده اخره في تصوير الفيديوهات على جوده 2K، مفيش 4K علشان البروسيسور المستخدم الميديا تك الجي 99 لا يدعم تصوير الفيديو 4K. عموما انا دلوقتي بصور على 1080 وانا مشغل الاتش دي ار، لان انا لقيت في وضع ان انا اشغل الاتش دي ار علشان يعالج الحتت اللاسعه افضل وانا بصور فيديو، بس ما ينفعش على 2K، فديني بجرب على 1080. لقيت اوبشن تاني اللي هو الالترا ستيدي، بس ده برضو بينزل على 1080 بس ما ينفعش اشغلهم على اتش دي ار. اجي اصور 1080 يشغل اتش دي ار يشغل الترا ستيدي. فخلينا كده نختبر جوده الفيديو وجوده الالوان والتفاصيل والدايناميك رينج وجوده لقط الصوت، لان الموبايل كده كده فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. وكده انا مشغل الالترا ستيدي على 1080 برضو، بس ما اقدرش اشغل اتش دي ار معاه. فخلينا نشوف بقى الفيديو هيبقى اثبت بشكل كبير من الفيديو اللي فات اللي انا ما كنتش مشغل فيه الالترا ستيدي ومشغل فيه الاتش دي ار، ولا مفيش فرق ولا ايه الكلام. بالنسبه لتصوير الفيديو السيلفي فبرضو اخرج جوده 2K، بس انا برضو بصور على 1080 وانا مشغل الالترا ستيدي. انا هنا بقى يهمني ثبات وانا بصور فيديو سيلفي وانا بتحرك. في اتش دي ار برضو في السيلفي بس حسيت ان هو مش افضل حاجه، مش بيظبط التصوير زي الكاميرا الخلفيه. وعموما انا معجب بالسنسور 50 ميجا بكسل بتاع السيلفي اللي هنا، طلع صور حلوه، فاتوقع ان الفيديو كويس وانا شايف على شاشه الموبايل ان تفاصيل الفيديو كويسه. انا دلوقتي الشمس هي جايه في وشي فانا شايف الكواليتي كويسه جدا. اتمنى لما ننقل الفيديو ده على شاشه كبيره نلاقي برضو ان الجوده كويسه، عشان فعلا الموبايل ده بيقدم تجربه سيلفي استثنائيه بسعره. ال 030 موجود في السعوديه نسخه واحده 256 جيجا 8 جيجا رام في حدود ال 770 ريال، وينفع تركب شريحتين اتصال وما ينفعش تركب كارت ميموري. والموبايل ده ما نزلش مصر بشكل رسمي ومش هينزل للاسف. لو انت في السعوديه وبتدور على موبايل في حدود الميزانيه دي فالموبايل ده لطيف جدا، ولو انت ليك حد نازل قريب من السعوديه وتفكر في موبايل في الفئه السعريه دي فممكن برضو تفكر في الانفينكس 030، لان الموبايل ده من الاخر اداني تصميم حلو جدا. تقريبا ده احلى تصميم هتشوفه في فئته السعريه، مع شاشه امل الكيرف 120 هرتز، ودي احلى شاشه من ناحيه الفخامه جربتها في فئته السعريه. هي بس ينقصها سطوع عالي فعلي زي الجالاكسي 24، ولكن سطوعه مش ازمه. البروسيسور اللي هنا جي 99 بروسيسور كويس جدا، هيديك تجربه كويسه زي ال 24 زي ريلمي 11 بدون اي تضحيه او اي نواقص. وكمان التبريد في الموبايل ده كويس جدا. الكاميرات اللي هنا معقوله، الكاميرا الخلفيه 108 ميجا بكسل هتطلع تفاصيل كتير. السيلفي اللي هنا كويس جدا 50 ميجا بكسل هيديك تفاصيل كتير. وتصوير الفيديوهات هنا للاسف مفيش 4K، اخرك 2K علشان البروسيسور المستخدم الجي 99. وكان نفسي ان انفينكس تحط عدسه الترا وايد حقيقيه نقدر نستخدمها بدل رصه العدسات اللي ملهاش وظيفه فعليه. خلي بالك برضو ان الموبايل ده هو 256 بس مش بيدعم تركيب كارت ميموري. صوته استيريو معقول مش افضل حاجه، بس ما فيهوش مدخل سماعات 3.5 مللي. البطاريه بتاعته كويسه 5000، والشحن 45 واط، والجراب والشاحن بيجوا جوه علبه الموبايل. وبس كده، دي كانت كل حاجه محتاج تعرفها عن ال 030 4G. احنا كده خلصنا الفيديو. احب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطه دي، ايدك على اللايك الجميل اللي عملتش في الاول، وتكتب لي كومنت وتقول لي رايك في ال 030 4G. هل انت شايف الموبايل ده فعلا منافس بسعره؟ لان سعره زي ما شفنا كده وهو تقريبا بنفس سعر الجالاكسي 24 والريلمي 11 في السعوديه، فاتوقع ان ده سعر قوي جدا. وتتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو تشوفنا اول مره على اليوتيوب، وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديده بتاعتنا اول باول. اشوفكم في حلقه جديده من حلقات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.